بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤولية عالم الإسلامي تجاه قضية تركستان الشرقية. أولا، عندما نقول عالم الإسلامي، ما هو عالم الإسلامي؟ عالم الإسلامي في بداية الأمر وبعد الرسول وبعد 3 أجيال بعد الرسول، أو في عهد الدولة الأموية، العباسية، السلجوقية، الأندلس والدولة العثمانية، أم في يومنا هذا. طبعا عندما ننظر نظرة عامة لعالم الإسلامي، عالم الإسلامي الآن في حاله الموجود ممكن نقول للأسف في انهيار عظيم وتخلف عجيب وردة لا أبا بكر لها. نحن في أزمات عظيمة الآن، أجيالنا بدأت تضيع أمام ثقافة الغرب وأمام استعمار الغرب وتحكم الغرب علينا، وأيضا نرى العدالة إنها ضاعت فيما بيننا وعمر غير موجود. الحلم والحياء ضاع وعثمان استشهد، وعلي استشهد، قتلوا علي وضاع العلم أيضا. وعندما نجد بعد هذه الأزمات نرى الإسلام قد تركز في قلوب المؤمنين، وبدأت الفتوحات بعد فتوح العراق وبعد الشام وبعد شمال أفريقيا وبعد الأندلس وبعد أناضول ودولة الساسانية إلى حدود الصين، وانتشر العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه في العالم على الأرض، ومن حدود فرنسا إلى حدود الصين. نرى المسلمين قد حكموا طوال الزمان وارتفعوا في العلم إلى القمة في جميع العلوم، وفي الحكم أيضا، لأن كان الإسلام موجود وحاكم على أذهاننا وعلى قلوبنا وعلى أذهان حكامنا وعلى لسان علمائنا. لكن اليوم عندما ننظر لعالم الإسلامي ماذا نرى؟ نرى إنهم أولا قسموا شرق الأوسط خاصة في اتفاقية سيكس-بيكوت، وطلعوا من دولة واحدة من دولة الخلافة 50 دولة، مزقونا وشتتونا وأكلونا واصطنعوا دويلات لا اسم لها. عالم الإسلامي هو تحت اسم واحد لازم يكون. هذه النظرية والإلهية، الأمر الإلهي، عالم واحد، علم واحد، عالم واحد وعلم واحد وأمير واحد، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين. وأين أمير المؤمنين وأين خليفة المسلمين؟ وعندما ننظر اليوم لماذا لنا قضيات، من جهة قضية فلسطين والقدس، ومن جهة تركستان الشرقية، وليس هذتين القضيتين فقط. عالم الإسلامي كله في أزمة. هل أنكم تظنون هذه الأراضي هي فعلا محررة؟ فعلا من اليمن إلى قرم ومن المغرب إلى تركستان الشرقية، هذا العالم ممكن نجد نقول إدارات مستقلة، لكن هل العالم حر؟ فعلا في حرية؟ في نظري أنا للأسف لا. ولماذا هذه الأزمات؟ الأزمات كلها نراها الخطأ عند من؟ بدأت أولا الأخطاء في القصور، قصور وجواري وكيف وصفاء وترف وإلى آخره، وبدأ الانهيار. بعدما وصلنا في العلوم وفي السياسة وفي الحكم إلى القمة، بدينا نتراجع خاصة بعد القرن 17 18 ميلادي.
هذا التراجع جعلنا للأسف، لازم نقبل هذا، جعلنا أن نخضع رقابنا أمام تحكم الغرب. والغرب عندما حكم علينا ما حكم ممكن على الشعوب، لكن حكم على أذهان الحكام وعلى قلوب الحكام. وجعل عندما انتهت دولة الخلافة الدولة العثمانية كما قلنا طلع 50 دولة صغيرة فيما بيننا، وهذه الدول كلها حكامها بدأوا يخضعون للغرب والاستعمار الأمريكي والبريطاني والأوروبي. ومن جهة أخرى استعمار السوفيات على تركستان عامة، والصين على تركستان الشرقية، والدولة الصهيونية حكمت أراضينا وحكمت قبلتنا الأولى في فلسطين وفي القدس، ونحن ننظر من وراء. لكن مع هذا العالم الإسلامي عندما نقول مسؤوليته أمام هذه القضيات وهذه الأزمات ما هي؟ العالم الإسلامي شقين، حكام وشعوب. للأسف هذه لازم نراها ونراها، الكل يراها، لازم نتكلم فيها. لماذا شقونا على شقين؟ الشعوب ينظرون الشعور بنظرة والحكام ينظرون بنظرة أخرى. فلنكن صرحاء، اليوم في عالمنا الإسلامي عندما نقول مسؤولية عالم الإسلامي أمام قضية فلسطين وقضية تركستان الشرقية، من يهتم بهذه القضيات من الحكام؟ الحكام لا يهتمون إلا من رحم ربي، ونعرف من يهتم بهذه القضيات، كلهم في جهة أخرى، ولا يتعلقون ولا يهتمون بقضية لا القدس ولا فلسطين ولا تركستان الشرقية. تركستان الشرقية خرجت علماء، خرجت مفكرين، خرجت كتاب، خرجت مجاهدين، وكان لها دولة إسلامية إلى 1939 كانت الدولة الإسلامية على أراضي تركستان الشرقية موجودة وتحكم بالإسلام وبما أنزل الله. لكن اليوم عندما ننظر يوجد من يقول نحن نحكم بما أنزل الله، لكن العملية ليس كذلك. من جهة نقول الله عز وجل يقول كذا وكذا، لكن من جهة أخرى لا نصغي ماذا يقع في القدس وفي فلسطين ولا في تركستان الشرقية. هذه القضيتين اليوم جريحة كبيرة في قلوبنا في عالم الإسلامي. وكما قلنا الشعوب يهتمون هاتين القضيتين، لكن كيف يدعمون؟ جزاهم الله خيرا شعوبنا كلهم يدعمون هذه القضيتين ببعض الدراهم، وممكن من يكتب ويتكلم في هذه القضية، ومنهم من فعلا يجاهد لهاتين القضيتين، لكن الشعوب يهتمون والحكام نسوا ولا يصغون لقضية تركستان الشرقية. لماذا؟ أمامهم عوائق. ما هي العوائق؟ العائق الكبرى للأسف التجارة مع الصين والعلاقات الصينية. الدول أو الدويلات يخافون أن تنهار تجارتهم وعلاقتهم مع الصين، من هذا السبب لا يهتمون بقضية تركستان، يسكتون عليها. هناك مجزرة عظيمة، هناك الناس يقتلون ويذبحون ويمنعون من دينهم، ولا يمكنهم أن يصوموا ويصلوا. وصلوا إلى هذه النقطة، والمساجد منهارة وفارغة وفاضية. لكن كما قلنا الحكام في جهة والشعوب في جهة. الحكام والإدارات والحكومات يخافون على دراهم بخس لا قيمة لها في نظر الله عز وجل، يخافون على اقتصاد دولهم أن يتواجهوا ضد ما تقوم به الصين في تركستان الشرقية. وهذه
هذا يؤلمنا. نحن الشعوب يقع علينا أن نذكر قضية تركستان وقضية القدس وفلسطين ولا ننساها. لا بد أن يكون أعلام في بيوتنا وفي مكان أعمالنا وفي مشاريعنا علم تركستان وعلم فلسطين، أو أشياء رمزية تذكرنا تركستان وتذكرنا فلسطين. هذه القضيتين واحدة في الشرق وواحدة في الغرب، لكن يشبهون بعضهم البعض. ومسؤولية الحكام لازم ننبه حكامنا ونقول لهم الحق ولا نخاف من السلطان الجائر. نقول في وجوههم وأمامهم ونقف أمامهم ونقول أنكم خضعتم للغرب ولاستعمار الأمريكي واستعمار الأوروبي والبريطاني ونسيتم مسؤولياتكم أمام تركستان وأمام فلسطين. لا بد من كتابنا ومفكرينا وعلمائنا أن لا يسكتون ويتكلمون دائما في وجوه الصامتين والساكتين على هاتين القضيتين. ونحن نرى اليوم بعد انحطاط عالم الإسلامي قد ضيعنا كثير من الإسلام والقضيات الإسلامية. لو رجعنا مرة ثانية وأجيالنا الآتية لو تمسكت بالقرآن وبالسنة وبالإسلام وبأوامر الله عز وجل، لابد أن يأتينا وعي جديد في هذه القضيات، في هاتين القضيتين خاصة. وعالم الإسلامي لابد أن ينبه الأجيال القادمة والجديدة الصغار، لازم ينشأون على شعور وعلى وعي إسلامي في قضية تركستان وفي قضية فلسطين. الشعوب كما قلنا يهتمون بهذه القضيات، لكن لا يكفي بدعم المالي فقط. دعم المالي ما يكفي. العلماء، والله العلماء إذا سكتنا نحن أمام هؤلاء الحكام وما نبهناهم وما ذكرناهم في استعمار الصين على بلادنا واستعمار الدولة الصهيونية على القدس وفلسطين، الله عز وجل سيسألنا: هل أنتم كنتم مثل الشيطان الأخرس؟ لماذا ما قمتم في وجه الحكام وذكرتموهم أن يهتموا ويقوم عالم الإسلامي 57 دولة 57 دولة، أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة في العالم. أين هذه 57 دولة؟ أين 57 حاكم؟ أين 57 ملك أو سلطان أو رئيس حكومة أو رئيس جمهورية؟ أين هم؟ إذا كان لهم مسؤولية نذكرهم من هنا من هذه المنصة ونقول لهم: والله إن لم تهتمونا وتقومون بإمكانياتكم وبأموالكم وبدولتكم وبسلاحكم وبجيوشكم وتهتمون بهاتين القضيتين، الله عز وجل يوم الحساب سيسألكم ولا يمكن أن تجاوبونه عز وجل، وسيعذبكم الله إذا كنتم ساكتين وصامتين عن هاتين القضيتين. ونعرف أن الأمر ليس سهل في قضية تركستان. نعم، أمامنا ممكن من أكبر الدول الصين، ومن جهة أخرى أمريكا تضحك علينا، تقول يعني تدعمنا في قضية، تدعم الشعب العربي والإسلامي في قضية فلسطين والشعب التركستاني في قضية تركستان الشرقية. والله لا تؤاخذوننا، يضحكون علينا، ولازم نعرف أنهم يضحكون علينا ويتآمرون علينا، وهكذا يشغلوننا بأشياء بسيطة حتى أن نتأخر عن جهادنا وعن سعينا وعن نشاطنا في قضية شرق تركستان وفلسطين. لا بد أن يكون لنا نشاط ثقافي، أن يكون لنا نشاط علمي، أن نكتب كتب في هذه المجالات في هذه القضيات. وكما قلنا رجال من عالم الإسلام، من علماء عالم الإسلام كلهم في بلادنا في 57 دولة، من أكبر دولة إلى أصغر دولة.
أن ينبهوا حكامهم ويذكرون مسؤوليتهم أمام هذه القضية شرقي تركستان وفلسطين. طبعا لا يمكن نحن أن نتكلم في كل القضيات أو في كل الموضوعات في هذه المجال، لكن للأسف أهم شيء إذا كان رأس هذه الجلسة مسؤولية عالم الإسلامي، الشعب مسؤول والعلماء مسؤولين والمفكرين والكتاب مسؤولين، لا بد هم مسؤوليتهم أن ينبهوا ويذكروا هذه القضية لحكامهم لأن يهتمون بها. وهذه ما نقوله كما قلنا جريحة عظيمة في قلوبنا، ولا يمكن أن ننسى لا تركستان الشرقية ولا ننسى القدس وفلسطين وإخواننا وأهلنا في تلك البلدين، لا يمكن أن ننساهم، لكن ربنا يسهل أمورهم. الآن في إمكانية شباب فلسطين أن يرموا بالأحجار للدبابات الصهيونية، لكن للأسف إخواننا وأهلنا في تركستان لا يمكنهم أن يرموا بالأحجار لدبابات الصين. القضية صعبة والأمور صعبة، الوضع صعب جدا، يوم بيوم يستصعب الأمور عليهم، ولا يمكننا أن نقول يا إخواننا في شرق تركستان نحن معكم، قلوبنا معكم وجيوبنا معكم وسيوفنا معكم وشعوبنا معكم، وأعانكم الله ووفقكم الله في قضيتكم وقضيتنا في تلك البلدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.